يا صباح الفل والورد والياسمين، يسعد صباحكم. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طريقنا إلى الإسكندرية. اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، أحلى مكان أنا بحب أصيف فيه، وهو ده مكاني اللي أنا متعودة عليه. بعرفش أطلع مصايف غير اسكندرية. احنا كده كنا وصلنا خلاص ودخلنا من بوابات اسكندرية. انا رايحه شقتي. احنا عندنا شقه في اسكندريه، شقه والدي. اقضي فيها المصيف بتاعي، انا وزوجي واولادي. كده خلاص. دخلنا اسكندريه وفي طريقنا للبيت ان شاء الله. وهقضي يوم على البحر لان انا خدت اليوم من اوله وخدته كله علشان انا هقضي وقت قصير مش اجازة طويلة. زي ما انتم شايفين ده الترام بتاع اسكندرية. كنا تقريبا كده في فيكتوريا، ولما وصلنا وخلاص وطلعنا البيت ونازلين لقيت عربية التين، فاشتريت تين شوكي. وهنا خلاص داخلة على الشاطئ، شاطئ ميامي اسمه فريسكا. العماير اللي قدامكم دي اول عمارة على الناصية. دي كانت فيلا فريد الأطرش، وكانت على شكل عود، وكان منظرها جميل جدا. وانا بصراحة كنت شايفة انها تعتبر تراث، وانا معرفش ليه هم باعوها وهدوها واتبنى غيرها برج. بصراحة كان مكان جميل جدا، وكان شكل الفيلا على شكل العود، مرسومة على شكل العود بالظبط. ده كده الشاطئ، ده شاطئ اسمه فريسكا. قدام كافيتيريا العمدة على طول الناحية التانية. انا بدخله عشان ده قدام البيت على طول، لان انا ساكنة في نفس الشارع اللي قدامكم ده، تالت عمارة. ف بستقربه يعني، هو اقرب مكان ليا بستقربه صراحة. هو حلو وعاملين نظام كويس جدا. بيقعدوا الشباب في مكان لوحدهم والعائلات في مكان لوحدهم. الفرد ب15 جنيه بالشمسية بالكرسي. وانتي بتراضي بقى بتاع الشماسي عشان بيقعدك في اول الصف وكده، بتراضيه بتديله يعني اللي في النصيب 20-30 جنيه كده يعني. تمام. هم منظمين جدا، وعاملين امانات عشان تشيلي فيها حاجتك. دي دخلة الشاطئ. وبينبهوا ان انتي لو شباب او عائلات وعايزين ينزلوا المياه كلهم ما يسيبوش الفلوس بتاعتهم او تليفوناتهم او حد او كده مع حد من الشاطئ، حد غريب قاعد على الشاطئ، يسيبوه في الامانات. هم منظمين ومرتبين جدا. لكن المشكلة في الناس هي اللي بتعمل مشاكل، وهي اللي بتعمل خناقات، وهي اللي مش نضيفة. بصراحة انا كرهت انزله. انا نزلته مرة واحدة ومحبتش انزله تاني خالص بصراحة. ده المصور موجود لغاية دلوقتي، لسه متواجد. الناس المصورين اللي بيمشوا على البلاج. وكانت في ظاهرة غريبة السنة دي، اول مرة اشوف واحدة منقبة بتبيع ورد بلدي على البلاج على الشاطئ. صراحة المكان حلو وكل حاجة، والبحر نضيف وكل حاجة. العيب في الناس هي اللي مبهدلة الدنيا بجد والله العظيم. احنا اللي ما عندناش نظام، ولا بننظف مكاننا، ولا عندنا نظام في اي شيء بصراحة بجد. زي ما انت شايفة بيبيعوا عقاد وهدوم وبلوزات وانا مبسوطة قوي ان لسه المصوراتية موجودين، ولسه الظاهرة دي موجودة رغم ان التليفونات غنت عن كل ده. بس برضو الناس دي ليها رزقها. زي ما انتوا شايفين معايا كده، زحام غير عادي، الدنيا زحمة. ده بيبيع فوط، كل حاجة متواجدة على الشاطئ بتتباع. والفريسكا طبعا احب حاجة لقلبي، وده الفريسكا التفاح. وبناطيل وهدوم وبلوزات، كل حاجة انت عايزاها متواجدة في اسكندرية بجد. اسكندرية احلى مصيف على فكرة يا جماعة والله. يعني انا ما اعرفش اطلع مكان الا اسكندريه. ده بتاع الفريسكا ده مهايبر من سنين العمر وهو موجود كده، وبيمشي بالصب وبيعمل ازعرينه على الشاطئ. اشتريت منه فريسكا. انا بحب قوي البسكوته المدوره وبحب السوداني. اشتريت منه الواحده ب5 جنيه. اسعار حلوه جدا بجد، اسعار حلوه والحاجه رخيصه. الاكل رخيص مش غالي زي ما احنا متعودين. يعني زي ما انت في مصر بتشتري، مش الاوفر اللي هو بتاع الساحل وبتاع شرم وبتاع الحتت دي، لا.
اسكندرية مصيف على قد الايد، مصيف متواضع. البحر جميل وكل حاجة فيها جميلة، مشكلة فينا احنا والله اللي بنعمل الحاجات دي، احنا اللي بنبهدل حوالينا، احنا اللي مش احنا اللي بنعمل خناقات وبنعمل مشاكل، ومش وما عندناش رحمة كده على بعضينا يعني. من لا يرحم لا يرحم. يعني انا بجد شفت حاجات عجيبة على الشاطئ، فقررت ان انا منزلوش تاني. نزلت اماكن تانية بقى براحتي، رحت المنتزه، رحت المعمورة. بس بحر المعمورة وحش، عالي جدا وفي موج. بس في حاجات للأسف أنا صورتها واتمسحت من على التليفون. ختمت بقى ايه بأكلة سمك، ده جنب البيت عندنا بتاع اسماك. السمك عنده جميل جدا وحلو قوي ورخيص. اشتريت بولتي مقلي، واشتريت بوري سنجاري، واشتريت طبق الرز ب25 جنيه، البولتي ب100 جنيه و10، البوري ب170 جنيه جاهز معمول، والطحينة والسلطة الخضراء. وزي ما انت شايفة السمك كده بيلعب وتحفة، وكان يوم جميل وظريف